فاكرين لما كنا بندرس اوسموزس كنا بنحط مية عادية ورقة ترشيح محلول ملح، وبعد كده نلاقي ان المية العادية بتروح ناحية محلول الملح، المحلول الملح يزيد والمية العادية بتقل. دي حاجة طبيعية جدا بتحصل علشان التوازن يحصل. نفس الشيء بيحصل في العلاقات المسمومة على فكرة. اي اتنين على وجه الارض بيتقابلوا لازم بيحصل ما بينهم تبادل energies، ده عادي. لكن في حالة البني ادم الموهوب اللي غالبا بيكون empath، يعني شخص بيفايبريت energy قوية جدا، الاورا بتاعته تمتد لمسافات بعيدة، الشخص ده لما بيكون في حياته حد توكسيك ممكن يكون نارسيسست، نقدر نسميه حاجة زي كده. اللي بيحصل ان الانرجي بتاعت الشخص الموهوب ده بتروح ناحية الشخص التوكسيك عشان برضو يحصل توازن. ما هو الشخص ده الانرجي بتاعته ضلمة ملوثة مش قوية، فعلشان يقدر ان هو يبقى قوي، ان هو ينتعش، يعمل ايه؟ يشحن نفسه من الشخص الموهوب. دي حاجة بتحصل على فكرة، ده طبيعي.